السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه في الحر ده؟ حقيقة الجو فظيع جدا ودرجة الحرارة عالية، عشان كده فكرنا نعمل مع بعض كده ايس كريم بيتي كده، ان شاء الله يعجبكم. اول حاجة معايا فراولة، حوالي نص كيلو من الفراولة المجمدة، بس انا سبتها فك ثواني بس عشان تلف في الخلاط، وكوباية لبن، وكمان 4 معالق او 3 معالق كبار من كريم شانتيه. على فكره انا مستخدمه اللي هو بسكر، اللي هو البكاوي الجاهز ده. يلا نشوف هنعمل ايه. هنفضيه في الخلاط الفراوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هحط شويه لبن. بسم الله. اللي انا مستخدماه فيه دسم كده عشان يدي طعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انا هضيف اللبن تدريجيا، مش هضيفه كله مره واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان كريم شانتيه، وهضربه في الخلاط. ده اول نوع معايا. انا بس هفصل الصوت. شايفين بعد ما انضرب القوام بتاعه عامل ازاي؟ اهو. بسم الله. معاكي احلى ايس كريم، بس الحقيقه ان انا اللون فاتح قوي، فعشان كده هحط عليه لون احمر اهو. بعد ما عملته اهو هفضيه بقى في علبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام عامل ازاي؟ وهحطه بقى في الفريزر يجمد 3 4 ساعات 5، على حسب ما الفريزر يجمدهولي. بعد كده اطلع. يلا نشوف هنعمل ايه تاني. بصيلي بقى على هالمنظر. عملت عصير بطرح الايس كريم فراوله، عايزه اقول لكم طعمه تحفه وجميل جدا. وانا ما استخدمتش في الايس كريم بتاعي على نص كيلو فراوله اللي هي نص كوبايه لبن بس. يلا بقى نشوف هنعمل الايس كريم الجاهزه ازاي. انا جايبه باكت ايس كريم الجاهزه دي اهي. هحط 200 جرام او كوبايتين من اللبن المجمد بالشكل ده اهو. بسم الله. وهفضي عليه الباكت الايس كريم اللي هو بالشوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهضربه كويس قوي في الخلاط. عايزه اقول لكم ان انا لما عملته في الخلاط ما لقيتوش احسن حاجه، فعملت ايه؟ جبت المضرب بتاعي وضربته، زودت طبعا معلقتين كريم شانتيه، وكمان معلقتين لبن مجمدين. بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الكريم ده. احيانا البيانات اللي بتبقى على العلبه ما بتبقاش موجوده، اضطريت ان انا طبعا اعالجه بطريقتي. هحطه بقى في الفريزر او جبت علبه بقى وهفضيه اهو بالقوام ده زي ما انتوا شايفينه كده، لحد برضو ما يتجمد في الفريزر. وبعد كده هطلع 4 5 ساعات، ممكن من بالليل للصبح، ممكن من الصبح لبالليل، عشان يجمد كويس ويديكي طعم وقوام حلو قوي. وجبت حوالي برضو ربع كيلو او منجتين كبار متجمدين برضو، عليهم كيس كريم شانتيه بالشكل ده اهو. وهحط عليهم اقل من ربع كوبايه لبن. وبقى معايا بالشكل ده. هجيب برضو علبه تلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزله بالشكل ده، وهحطه برضو في الفريزر لما يجمد مع الفراوله والشوكولاته. وبعد كده نطلعه. شوفولي بقى على هالمنظر، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. شفت الايس كريم بعد ما روت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنسحبه كده اهو. بسم الله. يا سيدي هي اتقلبت مني معلش.
شايفه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزوقه، بس الشوكولاته الحقيقه سخنه جدا. شايفين ايس كريم بقى البيتي الرهيب ده، عايزه اقول لكم انه طعمه حكايه. جربوه ان شاء الله تعجبكم. يلا بقى لايك، عايزه لايك بقى، ما استاهلش لايك. يلا جربوا بقى طريقتي وان شاء الله تعجبكم، احلى كتير قوي من اللي جاي من بره. باي باي، اترككم في رعايه الله.